السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم على قناة وصفات مغربية مجربة. اليوم ان شاء الله غادي نصايبوا العجينة ديال الميني بيتزا اللي غادي نحتفظوا بها في المجمد على حساب شهر رمضان. غادي نحتاجوا في المقادير نص كيلو ديال الدقيق ديال الفرص، شويه د الملحه، معلقه كبيره ديال السكر سنيده، نص معلقه ديال الخميره ديال الخبز، 3 المعالق ديال زيت البلديه، والماء دافي باش غادي نعجنوا. بسم الله. غنديروا الملحه، السكر سنيده، هاد الخميره ندير مع شويه تاع الماء دافي، نخليها تتفاعل. غادي نزيد 3 المعالق ديال الزيت، غادي نبقى نزيد الماء دافي بشويه بشويه تتجمع لينا العجين. غادي نزيد هاد الخميره ديال الخبز، العجين من بعد ما دلكناها مزيان تولي بحال ما هاد الشكل، تنخليها مرخوفه شويه. غادي ندهنها بشويه تاع الزيت ونخليها تخمر واحد نص ساعه. نحطيها بلاستيكه نخليها تخمر واحد نص ساعه، نتلاقاو من بعد. العجينه من بعد ما خمرات تقريبا نص ساعه ضاعف الحجم ديالها. دابا غادي نخرجوا لنا داك الهواء، غادي نقسمها على جوج ونديرها كويرات. خليه مرتاح واحد شويه، تقريبا شي 5 دقائق، غير باش تطول لنا العجينه ونطلقوها ان شاء الله بالدلك. دابا رشيت طبله بدقيق ديال الفرص، كنجيبو الدلك وندلكوها. نجيبو شي زلافه بحال هادي ولا هاد القطاعات الحجم اللي بغيتو. انا بغيت نستعمل لهم غير هاد الزلافه. بسم الله.
نديرها بحال هكا ونحطها في الطاوه. فاش تنكمل تنعمر الطاوه تنقبهم هكا بحال بالفرشيط باش ما يتنفخوش لينا في الفران. ولا استعملتوا الفران الخاص بالبيتزا ما كاينلاش ديروا هاد العمليه ما تيتنفخوش. صافي غادي ندخلها من الفران يطيبوا نص طيبه ونخرجوهم. العجين ديال البيتزا من بعد ما طابت طيبتها غير نص طيبه. هذا هو الشكل ديالها. كنديروها ديروها في بلاستيكه ودخلوها الكونجيلاتور وقت ما احتاجيتوها تخرجوها. وإلا عجبتكم الحلقه ما تنساوش تبارطاجيو مع الاصدقاء ديالكم والضغط على زر لايك. وما تنساوش زياره الموقع ديالنا اللي غتلقاو الرابط ديالو اسفل الفيديو، فيه وصفات متنوعه غادي تعجبكم ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.